السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة رابعة. يلا بينا نحل نموذجين امتحان على شهر فبراير. إن شاء الله مش هيخرج منهم الامتحان. أول سؤال معانا هو سؤال choose. تقرأ كويس جدا. Earth is الأرض إيه where we live اللي بنعيش فيها. طبعا الأرض دي planet كوكب. خد بالك إن في كلمة plant اوعى تختارها. planet اللي هي N-E-T. My little sister أختي الصغيرة كانت إيه when she saw the dangerous snake لما شافت ثعبان خطير. كانت إيه؟ طبعا أكيد كانت خايفة، يبقى هنا هنختار scared. We went to ذهبنا إلى to buy some bread عشان نشتري بعض العيش. هنشتري العيش منين؟ من البيكري اللي هو المخبز. السؤال اللي بعده fill in the gaps، يعني انت هتقرا السبع كلمات دول وتترجمهم وبعد كده تحطهم في اماكنهم. played لعب، village قرية، child طفل، trucks شاحنات، plant نبات، nice لطيف، tree شجرة. اقرا كويس وترجم، اهم حاجة الترجم. My father's house بيت والدي was in a village كان في قرية in أسوان في أسوان. The A was quiet in the past. إيه اللي كان quiet هو ال village. أنا هرقم لك، طبعا أنت المفروض ما بترقمش، المفروض أنت بتكتب كل حاجة في مكانها بس عشان وقت الفيديو. There are lots of cars كان فيها الكثير من العربيات and إيه بقى cars وإيه وtrucks اللي هي الشاحنات. My father and his friends وأصدقائه بابا وأصدقائه فوتبول on the street في الشارع كانوا بيلعبوا كورة طبعا يبقى played. Now الآن بقى there isn't enough space مفيش مساحة كتيرة بقى. When my father was لما كان بابا كان he helped his friends لما كان لما كان child يعني طفل. He helped his friends كان بيساعد أصدقائه to بقى a small tree علشان يزرعوا يبقى to plant a small tree on the side of the street. Now the is very big. اللي بقت كبيرة طبعا الشجرة and has beautiful green leaves. It's very nice طبعا لطيفة جدا. model B choose برضو نفس الكلام. I am very أنا very I want to drink water. عايز أشرب مية. اوعى تحل من غير ما تكمل بقية الجملة. أنا عايز أشرب مية يبقى أنا thirsty يعني عطشان. fishermen الصيادين thousands of fish every day الآلاف من الأسماك كل يوم بيصطادوا طبعا catch. أنا عارف إن في ناس معايا دلوقتي حلوا قبل ما أنا أكمل. Space is my favorite subject. ايه هي مادتي المفضلة؟ subject يعني مادة. ايه هي مادتي المفضلة؟ روح دور على اسم مادة اهي هنا مديني math. السؤال التاني معانا زي ما قلنا لازم تترجم. lives يعيش، crops محاصيل، near بالقرب، kilometers كيلومترات، birds طيور، Nile النيل، water مية. The Nile is the longest river in the world. النيل أطول نهر في العالم. The A has two branches. The Nile طبعا has two branches. احنا كمان كنا بنغنيها مع بعض. It brings life to Egypt. يعني بيحضر الحياة أو بيجلب الحياة لمصر. There are many people living the Nile. near بالقرب من النيل يبقى near بالقرب من. The Nile is 6670 طوله ايه بقى؟ long kilometers long طبعا. الجامد والجامدة اللي قرا الدرس هيعرف يحل الموضوع ده يبقى بالنسبة له سهل جدا. That's like traveling to the center of the earth. ده شبه السفر لمركز الأرض. The Nile is home for different kinds of fish طبعا fish وايه تاني وبيردز طبعا. فين البيردز؟ اهي البيردز اهي. and turtles. The Nile crocodile in it لا lives بقى بيعيش بقى فيه lives. The Nile helps farmers to grow many. النيل بيساعد الفلاحون علشان يزرعوا الكثير من من المحاصيل يا مستر. طبعا الله ينور عليك.
يبقى دي هتبقى رقم 6. واللي هيأكد لك دايما ان سابع واحدة لازم تكون لايقة على الجملة. لو لقيتها مش لايقة على الجملة يبقى انت في حاجة غلط كنت عاملها وترجع تراجعها تاني. It gives us بيعطينا ايه؟ to drink, cook and have showers. ان احنا نشرب ونطبخ ونستحمى كمان. بيدينا الايه؟ المية water. وان شاء الله هتقفلوا امتحان الترم وهتجيبوا الدرجة النهائية بإذن الله.